أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كلام في الكورة مع أحمد أسامة. طبعا في البداية يعني مش عايزين ننسى اللايك والسبسكرايب عشان كل حاجة توصل لكل الناس أول بأول، سواء فيديوهات أو الشورتس اللي احنا بنبعتها. في بداية الموضوع النهاردة عايزين نتكلم آخر حدث حصل منذ دقائق. في مشكلة ان النادي الاهلي دلوقتي عايز اللعيبة بتاعته في ماتش طبعا مهم للنادي الاهلي، هيلعب مع اتحاد العاصمة الجزائري في السعودية على نفس الملعب اللي فيه نفس الملعب اللي فيه نادي الزمالك لعب فيه مع كريستيانو رونالدو في ماتش في استاد الملك فهد في مدينة الطائف. هو نفس الملعب يا جماعة، نفس الملعب ده بالظبط هو اللي هيلعب عليه الاهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري في المباراة اللي هتبقى على كأس السوبر الأفريقي. طبعا المباراة دي هتبقى يوم 15/9. التوقف الدولي من فترة التوقف الدولي من بين يوم 4 لحد يوم هتبقى من يوم 4 لغاية يوم 15. تمام كده. فترة التوقف الدولية من يوم 4 لغاية يوم 15 دي لغاية يوم 12. من يوم 4 لغاية يوم 12 هي دي الفترة اللي هيكون فيها فترة التوقف الدولي. عايزين في الفترة دي اللعيبة بتتجمع، لعيبة المنتخب، ويوم الثلاث اللي جاي اللي هو ان شاء الله القادم ده هيبقى في مؤتمر صحفي. روي فيتوريا هيشرح ويعرض كل الاسامي اللي هنضمها للمنتخب من اللعيبة المصريين. طبعا هو خلاص اعلن قائمة الناس اللعيبة المحترفين اللي هينضموا ليه. المحترفين طبعا هو ضم محمد شريف وضم محمد صلاح وضم طبعا تريزيجيه ربنا يشفيه هو اتصاب، فطبعا بعد ما اعلن هو ضمه استبعده بعد كده طبعا. وطبعا في انتظار شوف طارق حامد الكشف الطبي هل هو قادر ولا لا. لا، عشان هو برضو كان في اصابه شديده حصلت له في البطوله العربيه لو نتذكر اللي هي كانت في وشه دي. فهنشوف دول الناس اللي هم هيضمهم طبعا، وهنشوف هيقول ايه بالظبط. طيب في حاجه تانية مهمه بعد ما هيحصل الكلام ده، هنشوف بقى فترة التوقف ده تخلص يوم 12. دلوقتي الأهلي عنده ماتش يوم 15، ففي فرق 3 أيام. فرق ال3 أيام دول طبعا الأهلي معترض. طبعا في البداية اهو بنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. هو معترض ليه يا جماعة؟ أصل انتوا دلوقتي ماتشات فعلا، وعلى فكرة ملحوظة هو الأهلي مع حق، هي ماتشات مش مهمة خالص. ماتش مصر وأثيوبيا، الفترة التوقف بتاعت الدوري بتاعت مصر هتلعب أثيوبيا ومصر هتلعب الجزائر. مصر واثيوبيا سوري، مصر هتلعب تونس. مصر واثيوبيا ده ختام المجموعات تصفيات، خدوا بالكم عشان اثيوبيا معانا برضو في تصفيات كاس العالم، لكن ده ماتش بتاع اثيوبيا اخر ماتش في تصفيات كاس افريقيا اللي الحمد لله احنا وصلنا لها، احنا وغينيا. تمام كده. فاحنا خلاص وصلنا، الماتش ملوش اي لازمه، فوزنا تعادلنا خسرنا، هو الماتش كده كده في القاهره. وفي بعد كده ماتش ودي هنلعب تونس برضو هنا في القاهره، ده برضو ماتش ودي. طيب ايه اللي هيحصل بقى دلوقتي؟ هم عايزين، النادي الاهلي محتاج ان هو عايز يخلي اللعيبه خلاص ماتشات مش مهمه، فيركزوا بقى مع الفريق، خصوصا ده ماتش ببطوله وماتش واحد ببطوله. فعايزين نشوف هل مين اللي هيبقى قراره هيمشي على التاني، هل الاهلي ولا اتحاد الكوره، في بدايه اول صدام في الموسم الجديد ما بين اتحاد الكوره والنادي الاهلي. فهنشوف مين اللي هيمشي. لو هنتكلم رسمي هو لا ما يمشوش، لكن هنتكلم بالعقل والمنطق، عقل والمنطق، لا هو ملهاش ماتشين ملهمش لازمه. يعني هو كده كده الاهلي محتاج لعيبته عشان خاطر يستعد للبطوله كاس افريقيا او كاس السوبر الافريقي. تمام. دي بالنسبه لاول حاجه بالنسبه للموضوع النادي الاهلي وموضوع السوبر الافريقي. طبعا في تاني حاجه طبعا، اللجنه الثلاثيه النهارده اللي هي ماسكه نادي الزمالك خلاص قررت ان هي مش موافقه على موضوع التقسيط خالص. مفيش حاجه اسمها تقسيط كهرباء، عقوبه كهرباء مش هيبقى فيها اي تقسيط نهائي. عشان كان في طلع اشاعات، وكان المحامي كهرباء طلع قال احنا هنشوف اللجنه الثلاثيه هتدفع التقسيط ولا لا. كده كده مفيش اي تقسيط هيتم. وطبعا في حاجه مهمه تانية، ان النادي الاهلي عنده مشكله مهمه، هي مشكله المهاجم. دلوقتي الاهلي ما عندهوش غير مهاجم واحد فقط اللي يصلح للعب حاليا. مين؟ صلاح محسن. واحد هيقول لي طب يا عم فين كهربا؟ يا جماعه كهربا موقوف في الدوري اول 6 ماتشات،
ولو ما دفعش الغرامة لغاية يوم 6 اكتوبر القادم هيتوقف 6 شهور، وقبلهم في 6 ماتشات في الدوري موقوف. هو هيلعب السوبر الافريقي، ما قلناش حاجة، لكن هو دلوقتي احنا بنبص على الاهلي على المدى البعيد. افرض كهربا ما دفعش، هتكمل موسم انت كاهلي بصلاح محسن؟ اكيد لا، مش هينفع. ما عندكش حد تاني. مين هينفع؟ ده انت كمان اول ماتش في الدوري عندك كمان حسين الشحات موقوف. حسين الشحات موقوف هو وكهربا. اول ماتش في الدوري لسه القرعه بتاعته بالمناسبه هتتعمل يوم 9/9، قرعه بطوله الدوري الممتاز. هنعرف مين هيلاعب مين والاسابيع هتبقى ماشيه ازاي. طبعا بنشوف بقى مين الاسبوع الاول. تخيلوا كده معانا، يبقى الاسبوع الاول الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك الاسبوع الاولاني في الدوري ده المفروض، يعني المفروض كده هيحصل ايه؟ المفروض هيبقى كهربا وحسين الشحات مش هيلعبوا. هنشوف هل برضو الاهلي هيمشي كلامه كالعاده ولا اتحاد الكوره هيبقى قوي. هو عامه عشان نبقى متفقين، هو اتحاد الكوره ده خلاص، ده اخر سنه ليه. اخر سنه لاتحاد الكوره هي الانتخابات هتتعمل الصيف القادم، صيف 2024 بعد البطوله الاولمبيه. كل الاتحادات هتعمل كل الانتخابات من اول وجديد. عشان كده هتلاحظوا خلال ال3-4 شهور الجايين هيبدأ بقى يتردد اسامي مين الناس اللي هي عايزة ايه تبتدي تنزل انتخابات. هيرجع لنا كابتن مجدي عبد الغني تاني بجوانه بتاع سنة 90. هيرجع لنا بقى الناس القديمة واحمد مجاهد ومش عارف ايه، الناس بقى اللي هي ايه القديمة، وللأسف احنا مش عايزينهم، يعني احنا محتاجين ناس جديدة فعلا يعني. ده اللي هنشوفه اللي هيحصل الايام اللي جاية. هل ده هيحصل ولا اتحاد الكرة هيمشي آراءه في حاجته مع الأهلي، ولا الأهلي هو اللي هيمشي قراره؟ ده الصدام اللي هيحصل ما بين الأهلي واتحاد الكرة. في نهاية الحلقة دي طبعا في حلقات تانية جاية كتير هتكلم معاكم فيها في الصفقات وكل حاجة. الناس كلمتني كتير عايزين نتكلم في الصفقات، لكن أنا بشكركم جدا وعايزين نعمل اللايك والسبسكرايب، وما تنسوش دعمكم ليا. شكرا.